وبعدين انا شايف لا، حتى كمان صفقه احمد زيزو اصلا انا شايفها مش الصفقه المفيده للنادي الاهلي. النادي الاهلي اصلا مش في حاجه لخدمات احمد السيد زيزو، انا بتكلم بمنتهى الصراحه. انا شايف مثلا ان الموسم الماضي كان محمد طاهر كان متوهج جدا جدا جدا. انا بتكلم ان لا، ان محمد طاهر لا مفيد للاهلي عن احمد زيزو. انت عندك حسين الشحات، تاريخ كبير. نبدا بالاهلي. طيب انا شايف ان صفقات الاهلي ما قبل كأس العالم للأندية اللي هي الفترة الاستثنائية اللي كانت صفقات الظاهر بتاعها انها صفقات قوية. انت بتتكلم في مثلا احمد السيد زيزو من الناحية الفنية، لعيب قوي جدا بس هو اتنقل في وقت صعب على فكرة. طبعا. يعني كان ملحوظة ان هو يعني راح قبل البطولة على طول. لا وبعدين كان بقاله شهرين قاعد في البيت، ما فيش ما بيتمرنش، يعني ما بيلعبش، ما عندوش احتكاك. يعني هو كنجم ما نختلفش عليه، لكن التوقيت انا دايما بقول ايه التوقيت ده، كان التوقيت الصح ولا التوقيت كان مش موفق فيه؟ اكيد لا انا شايف ان توقيت صفقة احمد السيد زيزو كان توقيت صعب جدا. ان احمد السيد زيزو حضرتك متخيله ان اول تمرين ليه مع النادي الاهلي كانت في امريكا. فكان صعب قوي. ده هو حصله اعتقد ما سافرش معاهم. بالظبط لا ما سافرش مع البعثه. فدي كانت من ضمن الحاجات الاخطاء برضو اللي يعني وبعدين انا شايف لا، حتى كمان صفقه احمد زيزو اصلا انا شايفها مش الصفقه المفيده للنادي الاهلي. النادي الاهلي اصلا مش في حاجه لخدمات احمد السيد زيزو، انا بتكلم بمنتهى الصراحه. انا شايف مثلا ان الموسم الماضي كان محمد طاهر كان متوهج جدا جدا جدا. الاصابه للاسف هي الاصابات اللي عطلت محمد طاهر. احنا بنتكلم في واحد من افضل لاعبي الدوري المصري. على فكره جه في فتره كانوا بيفكروا انهم يستغنوا عنه. طبعا فتره وقلنا ده واثبت نفسه وده ابن المقاولين العرب على فكره، على سبيل المثال. طبعا كنا بنتكلم على المقاولين العرب، هو ده من ابن ابناء. فانا بتكلم ان لا، ان محمد طاهر لا مفيد للاهلي عن احمد زيزو. انت عندك حسين الشحات، تاريخ كبير. يبقى النادي الاهلي بالنسبه للصفقات اللي جابها، او في بعض اللي كانوا معارين وانتهت اعارتهم ورجعوا تاني للنادي الاهلي، شايف مين اللي هيكون فعلا اضافه او هيكون سوبر فعلا خلال الموسم القادم؟ انت عندك يعني محمود تريزيجيه وحمدي فتحي اليو ديانج، محمد سيح على فكره اللي انضم من المقاولين. هو كان بيلعب في الحرس، كان معار في الحرس. وهو كان اساسا من المقاولين، يعني كان معار في الحرس وخدوه، انتهت اعارته فاخدوه في 5 مواسم او 5 سنوات. اكيد محمد سيحة ده انتقال دائم، يعني انتقال محمد سيحة على فكره من الناس اللي اتكلمنا عنها في سوبر ملاعب من اول ما يبدا يعني قلنا على فكره هيبقى له مستقبل، وفعلا الاهلي حط عينه عليه وخده، لانه فعلا من الحاجات اللي موهوب. يعني حارس مرمى موهوب طبعا. طيب ومحمد علي بن رمضان واحمد رمضان بيكهام، احمد سيد زيزو اتكلمنا عنه، احمد عبد القادر. طيب يمكن خلاص لو هنبدا بالاخير، احمد عبد القادر خلاص بينتقل او جاري يعني اتمام مفاوضات انتقاله لسيراميكا كليوباترا. لكن من بين كل الصفقات اللي هي المفروض سوبر اللي ابرمها النادي الاهلي، انا شايف 2 لاعيبه بس هم اللي هيحدثوا الفرق. رقم 1 التونسي محمد علي بن رمضان، اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، ولاعيب حريف ولاعيب عنده شخصيه ولاعيب بيقدر يعمل لك الربط ما بين الدفاع والهجوم. وشفنا شخصيته وانسجامه، لان اللاعب المحترف هو اللي بيدخل في الاجواء سريعا. ما فيش حاجه اسمها ان انا لا ده انا محتاج وقت عشان انسجم مش عارف ايه. اللاعب اللي هو من اول يوم، وشفنا الهدف العالمي في بورتو. اللاعب رقم 2 بالنسبه لي هو محمود حسن تريزيجيه. انا محمود حسن تريزيجيه من اكتر المواهب المصريه واللعيبه المصريه اللي انا شفتها في حياتي مظلومه. المنتخب المصري كان عباره عن حاجتين، ما كناش بنشوف غير حاجه واحده بس ويستحق، اللي هو محمد صلاح. لكن كان عباره عن محمود حسن تريزيجيه. كلنا فاكرين طبعا هدف تاهل منتخب مصر لكاس العالم 2018، ركله جزاء محمد صلاح في الكونغو، لكن ناسيين ان تسبب في ركله الجزاء محمود حسن تريزيجيه. فمحمد صلاح ومحمد وتريزيجيه هم وجهان لعمله واحده طبعا في المنتخب الوطني. فانا شايف ان ابرز صفقتين اكيد بن رمضان وتريزيجيه. طيب